أسعد الله مساءكم أحبتي بكل خير. يعني عملت شوربة عدس وهي بدي أعمل جنبها فكرة، بدي أجيب لكم لسندويشات بجنبها بتشهي القلب. شوفوا إيش السندويشة، بس بحط شوية خردل زي ما فرجيتكم زي هيك، وبحط عليها السكالوبة. هي هالسكالوبة، تمام. سكالوب إشي تاني اللي انتوا بتحبوه بتفضلوه، بس سكالوب كتير فكرة كتير طيبة مع شوربة العدس. وهي بطاطا بحط عليها شرائح البطاطا زي هيك طبعا، مش أصابع إذا بدكم تحطوها بالسندويشة. إذا بدكم تاكلوها برا اعملوها أصابع، بس بالسندويشة بدها تكون بالشكل هذا، أرتب وأطيب. وشوية ملح، قليل من الملح، هي إشي بسيط حطيت من الملح، شايفين ملح نتفة بسيطة، إشي بسيط جدا. وبنحط بعدها قليل من الكيتشب زي هيك. هاي كاتشب، شايفين كيف؟ هاي كاتشب، حطيت شوية كاتشب إشي بسيط كمان. هاي الكمية، شايفين قديش كمية الكاتشب؟ بس هيك. وبعدين تسكروها للسندويشة وهيك. وهيها بجنبها زبدية. هاي السندويشة، هاي منظرها، شايفين منظر السندويش؟ هيها. وبعدها بتحطوا بجنبها زبدية شوربة عدس، وبتاكلوا بالهناء والشفاء، إشي طيب جدا جدا ولا أروع. وما بده كله على بعضه وقفة ربع ساعة، بالهناء والشفاء.